السلام عليكم. خرجت عندنا بزاف ديال الصفحات، بزاف ديال المواقع بواحد الخبر تيقول كاع الناس اللي في المجال القروي اللي عنده شي ارض وبغى يبنيها غتعاونوا الدوله ب 10 مليون باش يبني دارو. اليوم غادي نشرح لكم هذا الخبر هذا ونعطيكم التفاصيل ديالو. اذا الاغلبيه ديال هاد الصفحات اسيدي كتنشر كتقول لك دعم مخصص للعالم القروي، للسكن في العالم القروي، وغيبدا التطبيق ديالو في 2026. وهذا الدعم اسيدي دعم مالي، غيعطيو لك فلوس باش يعاونوك تبني، ويقدر يوصل هذا الدعم هذا حتى ل 10 مليون. وكيزيدوا هاد الصفحات كيقولوا اسيدي ان حاطه الدوله شروط، الدوله غتعطيك 10 مليون باش تبني في المجال ولا في العالم القروي، ولكن راه حاطه شروط. شنو هاد الشروط اللي كيهضروا عليها الناس؟ قال لك اسيدي تكون مغربي الجنسيه، ما عندكش دابا سكن رئيسي بسميتك، عندك بقعه ارضيه في العالم ولا في المجال القروي صالحه للبناء، تشد رخصه البناء قانونيه، وتلتزم ان داك السكن اللي غتبني وغتعطيك الدوله الدعم باش تبني في المجال القروي غتلتزم انك ديرو سكن رئيسي، ماشي باش تعاون فيه البيع والشراء ولا باش تكريه. وقال لك اسيدي هذا الشيء رجاء حسب قانون ولا مشروع قانون الماليه ديال 2026، وغيبدا يتنفذ في هذا 2026. مزيان، هذا الشيء اللي كيتنشر دابا حل ودنيك مزيان وتبع معايا هذا الشيء اللي جاي. هاد الامور اللي سمعتي ولا اللي شفتي ولا اللي انتشروا في مواقع التواصل ديال هاد الدعم اللي غيتعطاك الا غتبني في المجال القروي ما كايناش، ما كاينش دابا ولا في 2026 دعم مخصص يعطيوه لك. عندك بقعه ارضيه في العالم القروي ولا المجال القروي يعطيوك باش تبنيها ولا باش تعاون تبنيها، لا 10 لا 20 لا 6 لا 7 لا مليون لا جوج. وانا غنصدمكم بواحد التصريح ديال وزيره الاسكان المنصوري اللي كيأكد انه كاين دعم موجه للعالم القروي للسكن، واللي كيكذب هذه الاشاعه ان الدوله غتدعمك بالفلوس باش تبني في العالم القروي. كيفاش هادشي؟ الوزيره غتقول انه كاين دعم مخصص للعالم القروي للسكن، وغتاكد كذلك ان هذه الهضره اللي كدور ديال دعم السكن للعالم القروي 10 مليون هادشي ما كاينش. اي يا سيدي، ولكن خلينا نتفقوا على الهضره اللي قلت لكم قبيله، راه ما كاينش دعم انك تبني لا في العالم القروي ولا في المجال الحضاري ولا حتى في بلاصه. باش نقطعوا الطريق على هاد الناس اللي كينشروا هاد الاخبار ولا الناس اللي بغاو يستافدوا من ان هاد الاخبار تنتشر، وانا غنجي لهم في اخر هاد الفيديو. اذا قبل ما نشرح لكم سمعوا الوزيره شنو قال. واش غيشمل حتى العالم القروي؟ وسمعت على انك كان عندك شي اقتراح ديال مشروع البناء في شي منطقه قرويه واللي ربما غيكون نموذج ديال هو البرنامج ديال 250 ألف درهم كان مركز على الشقق. تتعرفوا بأن الخصوصية ديال العالم القروي تيصعب على ساكنة العالم القروي باش تسكن في شقق مثل السكن الاجتماعي، ما عندهاش دوك التقاليد ديال المدينة. فلذلك اعطينا فرصة باش تكون البناء الذاتي. فلذلك مشروع صغير ممكن يدير دويرات صغار ويتباعوا داخل العالم القروي في اطار البناء الذاتي. كذلك حدثنا ويستافدوا بالدعم من نفس الطريقه باش غادي اقل من 3000 درهم. شتي هاد التصريح اللي قالت الوزيره؟ راه عنده اكثر من عامين ونص تقريبا. شنو كتقول الوزيره باش انت ما تفهمش غلط؟ ما تسمعش ان الوزيره غتدعم بناء سكن ذاتي في العالم القروي، ما غدعموش انك تعطيك باش تبني. اذا الوزيره ملي كتقول حنا غندعموا السكن الذاتي اللي كيتبنى في العالم القروي ولا حتى في المدن الصغار، كتعني ان السكن الاقتصادي اللي كانت تدعمو الدوله قبل الدعم السكن الجديد اللي بدا في 2024 كانت كتدعم بارتمات، وما كتعطيكش انت اللي غتشري البارتمات الدعم، كتعطي المنعش الشركه اللي كتبنيها. هذيك الشركه اللي كتبني دوك البارتمات ديال السكن الاقتصادي اللي كانوا كيتباعوا للناس ب 25 مليون، كانت الدوله كتعفيها من الضريبه من التيفيا واحد 4 المليون وشي حاجه ولا 5 المليون. كتقول لي انا غنقص لك هاد 4 المليون وشي حاجه ولا 5 المليون وانت نقصيها للمواطن. اذا عاود ما تبيعي ديك البارتمات ب 30 مليون بيعيهم ب 25 مليون، وكتسمى حنا نقصنا على المواطن 5 المليون بحال دعمناه بها بطريقه غير مباشره. فكان ضروري الا بغيتي تستافد من السكن الاقتصادي من الدعم ديال السكن تمشي تشري دوك البارتمات عند دوك المنعشين العقاريين اللي مستافدين من داك التخفيض الضريبي. ما يمكنش تشري عند شي واحد ما مستافدش من التخفيض الضريبي، وما يمكنش تمشي تشري دار. فشنو عنات الوزيره؟ عنات سيدي انه دابا بهذا الدعم المباشر للسكن ما بقاش بطريقه غير مباشره، ما بقاش عن طريق اننا نحيدوا الضريبه للمنعشين العقاريين، وديك الضريبه اللي حنا حيدنا للمنعش العقاري ينقصها لك انت في الثمن البارتمان ديال السكن الاقتصادي ديال 25 مليون، ما بقاتش. ولينا حنا خويا المواطن هو اللي غنعطيوه الفلوس بطريقه مباشره. اذا بهذه الطريقه ديال الدعم المباشر اللي هي بالمناسبه نعاود نذكروا بها 10 المليون الا غتشري بارتمان ولا دار قل من 30 مليون، و7 المليون اللي غتشري بارتمان ولا دار من 30 مليون حتى ل 70 مليون. كنركز على الدار وانا غنجي ليها. ولا المواطن من حقه يشري بارتما عند شركه كبيره عقاريه، عند منعش عقاري صغير، عند اي واحد بنى شي دويره ولا بارتما وبغى يبيعها ليك، وحطينا ليها الشروط ديال الدار هذه. ما قلناش تكون بارتما في عماره ولا بارتما عند منعش عقاري، ما قلناش ما تكونش دار،
قلنا خويا انها تكون شاده رخصه السكن اقل حاجه اقدم حاجه 2023 يناير 2023، ما تكونش شدات بيرمي دابيتي قبل يناير 2023، تكون على الاقل 2 بيوت، وتكون هذه اول بيعه ليها. هنا غنجيو شنو قصدت الوزيره، قالت اسيدي انه في العالم القروي دابا الناس ما كيقنعوش ببارتما، خصهم دار كبيره. اذا الا جا شي واحد، ركزوا مزيان، هذه هي كلمه السر ديال هذه الاشاعات، اذا الا جا شي واحد وبنى واحد السكن ذاتي، زعما دار قائمه بذاتها، ماشي بارتما في عمار، بنى في العالم القروي ولا حتى في المدن وفيه الشروط ديال دعم السكن، راه هذاك اللي غيشري من عنده، هذا بنا وغيبيع، هذاك اللي غيشري من عنده من حقه يدفع يستافد من السكن اللي توفرت فيه الشروط، انه يكون مغربي ما عمرو استافد من السكن الاقتصادي وما عندوش دابا دار بسميتو. فهاد الشيء اللي قصدات الوزيره، سطروا على هادي، قصدات ان يمكن لك دابا ما تشريش غابارتما، تشري دار بناء ذاتي بناها شي واحد وبغى يبيعها الا توفرت فيها الشروط اللي ذكرنا قبيله، سواء في المجال القروي ولا في المجال الحضاري. الناس ديال العالم القروي ما كانش كيتبناو عندهم هذوك العمارات اللي فيهم بارتمان ديال السكن الاقتصادي، فكانوا محرومين من الدعم بالطريقه القديمه. وهذا الدعم المباشر الجديد اللي غيعطيك باش تشري سكن ولا كيشمل الديور اللي توفرت فيها الشروط ديال دعم السكن في المجال القروي، هذا ما كان. اما دعم مالي مباشر باش تبني راه ما كاينش. وهذا الدعم ديال السكن اللي تكلمنا على الشروط ديالو اللي كيعطيوك 7 الا كانت من 30 حتى ل 70 ولا 10 الا كانت الدار ولا البارت ما اقل من 30 مليون، راه مستمر حتى ل 2028. وديك الساعه 2028 الفوق واش يستمروا بنفس الدعم هذا، واش يحيدوه، واش يغيروه بدعم اخر ولا بطريقه اخرى، ديك الساعه منين تستجد وتكون حقيقيه رانا اول واحد غنجيب لكم التفاصيل ديالها. وانا هنا بهذه الاشاعه كان لهم جوج الاطراف اللي خلات بزاف الناس، انا تواصلوا معايا بزاف الناس في المجال القروي وفي الدواوير وفي الجبال اللي كيوجدوا يبيعوا شي طرف من الارض باش يصلحوا شي ارض ويشدوا لها الرخصه ويحفظوها، لان كاين بعض الصفحات تقول لك خص تكون الارض محفظه وكذا. فالناس مساكن مشاو تيقلبوا يخسروا دابا الفلوس باش يقادوا شي قطعه ارضيه ويشدوا الرخصه باش يبنيو في المجال القروي اللي كتكون صعيبه بزاف ومعقده انك تحصل عليها، باش يستافدوا من هذا الدعم المزعوم الكاذب ديال البناء في العالم القروي. كان لهم هذه الصفحات اللي كتنشر سواء بجهل انها ما تحررتش الخبر وجابت الحقيقه ولا الغرض مشبوه، وكان لهم الحكومه والمسؤولين اللي ما خرجوش وضحوا وكذبوا هاد الاشاعه وهاد الكذبه هادي اللي كتنتشر بحال النار في الهشيم مواقع التواصل. كون كانت شي حاجه اللي كتقيسهم كتضرهم كون خرجوا كذبوها، ولكن حيت شي حاجه غضر الناس اللي غيمشيو يخسروا على الوراق ويقلبوا ويقادوا، وكاين اللي دابا غيمشي يشري شي ارض صالحه للبناء في المجال القروي باش يبني تما ويستافد من الدعم، بحال هادي ما يخرجوش يكذبوا ويقولوا حنا ما نعطيو لا دعم لا البناء في العالم القروي لا حتى شي حاجه، بلا ما يكذب عليكم حتى شي واحد. وهاد الاخبار الرائجه راه كذوب ساهل. ولكن هاد السكوت ديال الحكومه المسؤولين عنده معنى واحد، انهم باغيين الاشاعات تنتشر. علاش؟ لان الانتخابات كتقرب. كما انتشرت ديك الاشاعه ديال دعم ربات البيوت اللي حتى هو ما كاينش، وسكتات الوزيره ديال التضامن ووزيره الاسره، وسكتات الحكومه ما رداتش على هذه الاشاعه، ما خرجتش قالت لا سيدي حنا راه ما غنعطيو وما كنعطيو حتى شي دعم لربات البيوت، راه ما كاينش في الميزانيه ديال 2026 شي حاجه لربات البيوت. وفعلا خرج قانون الماليه ما فيهش شي حاجه دعم لربات البيوت، وقانون الماليه 2026 باش نعطيكم دليل اخر ما فيهش دعم مادي باش تبني في العالم القروي. اذا ملي كتخرج اشاعه وما كايناش وانتم الحكومه ما غديروهاش، خرجوا كذبوها باش الناس ما يتاملوش فيها ويمشيو يضربوا تماره ويخسروا فلوس باش يستافدوا منها، وهي غير اشاعه. والغرض من هذه الاشاعات انها تستمر، يمكن بغاو يركبوا على الموجه ديالها في الانتخابات، كتبني عليها باش الناس يقولوا خصنا نصوتوا على هادو، راه غيديروا لنا دعم باش نبنيو في العالم القروي، راه غيعطيونا دعم حنا ربات البيوت، راه غيديروا لنا، راه غيفعلوا لنا، اذا خصنا نصوتوا عليهم. اذا سنه الانتخابات ما تيقوش اي حاجه كتنشر، خصوصا الوعود اللي ما خرجش بها شي قانون ولا شي قرار. ونذكركم بواحد المساله مهمه غنختم بها اللي راه قدام عينيك هنا، الدعم في هذه البلاد مشروع وورش ملكي، سواء الدعم ديال السكن اللي اعلن عليه هو سيدنا، ولا الدعم الاجتماعي المباشر اللي كيتعطى للاسر اللي كتعاني من الهشاشه. الحكومه كتنفذوا واش كتنفذوا مزيان، واش كتنفذوا ماشي مزيان، هذا هو اللي يمكن تهضر فيه. اما القرار ديال الدعم راه قرار ملكي، والورش ديال الدعم الاجتماعي المباشر ولا الورش ديال الدعم ديال السكن راه ورش ملكي. الله يعاون.